بدأت بكام؟ بدأت ب 5000 جنيه. المهندس ورجل الأعمال نجيب أنسي ساويرس يطالب ب$5 مليار من الحكومة الجزائرية. I named Najib Sawiris. He's an Egyptian multi-billionaire. نجيب ساويرس كأمة عربية إن نتضامن مع بعض، والاقتصاديين ورجال الأعمال هم اللي عاملين الوحدة ومش السياسيين. اتولد نجيب ساويرس يوم 17 يونيو سنة 1955 في مدينة سوهاج بصعيد مصر. نجيب من صغره كان عنده هواية هي اللي حببته في البيزنس. الهواية دي إن نجيب في المدرسة كان دايما بيلعب مع أصحابه لعبة البلي اللي بيلعبها أطفال كتير في مصر وفي البلاد العربية المختلفة. لكن نجيب كان بيشوف اللعبة بطريقة تانية بسبب مهارته العالية في اللعبة، واللي كانت بتخليه دايما يغلب صحابه. في اللعبة دي دايما الكسبان بياخد البلي بتاع الخسران، ولأن نجيب كان شاطر جدا في اللعبة كان بيكسب البلي بتاع زمايله في المدرسة، وفي آخر اليوم بيبيع كمية البلي الكبيرة ديت لأطفال تانية. وده اللي خلى نجيب وهو طفل عنده 10 أو 11 سنة كان بيروح كل يوم معاه 5 أو 10 جنيه، وده اللي كان مبلغ كبير جدا لطفل في الوقت ده. الحركة البسيطة دي هي اللي حببت نجيب في البيزنس. وبعد ما خلص نجيب المدرسة الإعدادية والده قرر ينقله لمدرسة تانية. والد نجيب كان حريص جدا على تعليم أولاده أحسن تعليم، وكان عنده مستوى من التقدير والاحترام لأخلاقيات الشعب الألماني في العمل، فقرر يدخل أولاده المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالجيزة. في المدرسة دي نجيب أثبت قد إيه هو طالب شاطر، رغم إن المدرسة دي كانت أصعب مدرسة في مصر وقتها، إلا إن نجيب حصل على الشهادة الثانوية بسهولة جدا وقرر يكمل تعليمه في سويسرا. فقرر يروح جامعة زيورخ اللي اتأسست سنة 1850 كواحدة من أول الجامعات العالمية اللي بتركز على التكنولوجيا والهندسة. وفي الفترة اللي كان بيدرس فيها في الجامعة نجيب كان عايز يصرف على نفسه وما يعتمدش على فلوس والده، فاشتغل فترة كجرسون وفترة تانية بيغسل السيارات، لكنه كان شايف إن في فرص أحسن بكتير يكسب منها فلوس. وشاف إن الناس في سويسرا مولعة جدا بكونه مصري وبيتكلموا معاه كتير في الحضارة الفرعونية، فشاف إن في فرصة كبيرة للاستثمار على النقطة دي. فلما نزل أجازة في مصر راح على منطقة خان الخليلي. منطقة خان الخليلي المعروفة ببيع الأنتيكات اللي على الطراز المصري القديم، زي بعض التماثيل أو الجعران أو حتى بعض الإكسسوارات ذات الطابع المصري الفرعوني. وكان بيشتري من خان الخليلي هدايا بكميات كبيرة. وأول ما رجع سويسرا فرش على الرصيف وبدأ يبيع المنتجات اللي اشتراها من خان الخليلي للناس المهتمة بالحضارة الفرعونية. كانت لما بتشوف تمثال أو جعران بتتخيل إنه سعره كبير جدا، وده اللي خلى نجيب يبيع التماثيل ديت بأسعار كبيرة، رغم إنه كان بيشتري التمثال بقرش أو 2، إلا إنه كان بيبيعه بعشرات الفرنكات. الحركة البسيطة دي خلت نجيب يعمل ثروة صغيرة بالنسبة لطالب بيدرس بره. لكن طبعا الكلام ده كان كله ضد القانون، لدرجة إن نجيب ساويرس في يوم من الأيام اتقبض عليه واتحط في السجن في ألمانيا لمدة ساعتين، وبعد كده طلعوه بعد ما دفع غرامة. الموقف ده خلى نجيب يقرر إن عايز يستمر في نفس الشغل لكن بطريقة مختلفة، فقرر بدل ما كان هو اللي بيفرش في الشارع عشان يبيع المنتجات دي، شاف إن الأفضل إنه يكون وسيط ما بين المحلات الكبيرة في سويسرا والمنتجات اللي بيشتريها من خان الخليلي، وبالطريقة دي هيرحم نفسه من البهدلة اللي كان بيتبهدلها من شغله في الشارع. وبالفعل بدأ يبيع التماثيل الفرعونية لمحلات كبيرة في سويسرا ودخل منها ربح كويس، ورغم إن الفكرة دي لسه ضد القانون إلا إنه كان بعيد عن العين. وفكرة إن نجيب ساويرس كان بيعتمد على نفسه ماديا فترة دراسته في ألمانيا ما منعش إن كان والده أنسي ساويرس ليه دور كبير في حياته. لما نجيب كان بيرجع مصر في أجازة الصيف كان والده بيوري له كل الملفات الخاصة بالشركة بتاعته في ليبيا، وكان بياخده معاه الشغل عشان يعلمه إزاي البيزنس اللي بجد بيشتغل. وده خلى فكر نجيب ساويرس يكبر أكتر بكتير في البيزنس. ولما رجع تاني سويسرا بعد أجازة الصيف عرف إن شركة فيليبس للغات عايزة تترجم كتاب هندسة معقد للغة العربية، فعرض عليهم إن هيترجم لهم الكتاب ترجمة دقيقة، وده بحكم دراسته للهندسة في سويسرا وإن لغته الأم هي اللغة العربية. شغل الترجمة في الوقت ده كان بيكسب فلوس كتير وهياخد على الأقل شهرين من وقت مذاكرته، فشاف إن في حل أذكى بكتير، فبدأ يبعت الكتب دي لمكتبات في مصر متخصصة في الترجمة بين اللغات، واللي كانت بتترجم كتاب بالحجم ده بحوالي 50 جنيه. ولما نجيب بيستلم الكتاب المترجم للغة العربية بيراجع عليه مراجعة سريعة وبيبيعه للشركة السويسرية بحوالي 7000 فرنك، ولأن الفرنك السويسري وقتها كان بحوالي جنيه مصري، فده خلى نجيب يحقق نسبة ربح 13900%. ذكي برضه نجيب ساويرس. اتخرج نجيب ساويرس وحصل على دبلوم الهندسة الميكانيكية من جامعة زيورخ، وبعدها بفترة أخذ شهادة الدكتوراه في الإدارة الفنية Technical Administration. ومن هنا رجع مصر عشان يبدأ صفحة جديدة في حياته. لما رجع نجيب ساويرس على مصر بدأ يدور إيه الفرص الاستثمارية اللي ممكن يشتغل فيها،
فبدأ إنه أجر أوضة صغيرة في مكتب عمه وخلاها مقر للشركة الخاصة بيه، وادى لنفسه مهلة سنة عشان يثبت إنه يقدر ينجح لوحده من غير مساعدة والده. وللأسف على مدار السنة كل الفرص الاستثمارية اللي حاول نجيب ساويرس يدخل فيها باءت بالفشل. ووقت ما نجيب ساويرس كان حاسس إنه خلاص بيفقد الأمل، عرف إن في مستورد كبير في مصر كان بيستورد شحنات مختلفة، ومن ضمن الشحنات ديت استورد شحنة تكييفات. لكن لأن المستورد ما كانش بيشتغل في التكييفات، واجه مشكلة كبيرة في توزيع كمية التكييفات الكبيرة اللي استوردها، فطلب مساعدة نجيب ساويرس. وبالصدفة نجيب عرف إن في واحد من أصحاب والده كان بيدور على فرصة إنه يشتري كمية كبيرة من التكييفات، وعلى الفور راح نجيب للمستورد اللي جاب التكييفات وطلب منه إنه يثق فيه، وإن هو هياخد التكييفات وهيبيعها له وهيجيب له الفلوس في خلال أيام. وكان متوقع إن المستورد يرفض الطلب، أصل ليه مستورد كبير يثق في شاب عنده 23 سنة. لكن المفاجأة لما المستورد وافق وادى نجيب شحنة التكييفات بالكامل، وراح نجيب باعها لصديق والده اللي كان عايز يشتري تكييفات. وفي الصفقة الصغيرة دي نجيب حقق ربح كبير جدا، ربح حط رجله على أول طريق النجاح، لدرجة إن بعد الصفقة دي بأقل من سنة ثروة نجيب ساويرس وصلت 250,000 دولار. الموقف ده فكر نجيب بكلام والده أنسي إن مهما حصل لازم تصر على النجاح، الإصرار اللي خلى نجيب في فترة الثمانينات يبقى أغنى شاب في مصر. يعني أنا كان عندي 250,000 دولار، ساعة الدولار كان ب70 قرش وقتها، لكن 250,000 دولار وكنت أغنى واحد في سني الصغير ده 23 سنة وما خدتش مليم من أبويا. وبعد النجاح الكبير اللي حققه نجيب، عرض عليه والده أنسي ساويرس إنه يجي يشتغل في شركة أوراسكوم، الشركة اللي أنشأها أنسي ساويرس بعد ما رجع من ليبيا. وقتها كانت شركة أوراسكوم شغالة في استيراد المعدات الإنشائية زي المولدات وطرمبات المية، ده غير إن كان عندهم توكيل فولفو للمعدات الصناعية الثقيلة. ورغم إن ده كان عرض جميل جدا من أنسي لنجيب، إلا إن نجيب رفض وطلب من والده إنه هيشتغل تحت شركة أوراسكوم القابضة، لكن هيشتغل في نشاط مختلف. وده اللي كان طلب غريب نوعا ما لأنسي ساويرس وقتها، ليه تشتغل في نشاط مختلف رغم النجاح الكبير لشركة أوراسكوم؟ إلا إن نجيب أصر على موقفه، وبدأ نجيب واحدة واحدة يطور في شركة أوراسكوم. كانت من أول مشروعاته إن بدأ يشتغل في السكة الحديد، وفي وقت قليل نجح نجيب إنه يخلي شركة أوراسكوم هي أكبر شركة في استيراد مستلزمات السكة الحديد في مصر وقتها، خصوصا بعد ما تعاقدوا مع شركة مصر للسكك الحديدية وأنشأوا أكبر المشاريع المصرية في مجال السكك الحديد في مصر وقتها. فبشكل أو بآخر نجيب ساويرس هو اللي رجع شركة أوراسكوم للمقاولات مرة تانية، وده بعد العقدة اللي تعقدها أنسي ساويرس لما شركة أوراسكوم للمقاولات اللي أنشأها في الخمسينات أممها جمال عبد الناصر. لكن في المستقبل هنعرف إن الشخص اللي خلى أوراسكوم للمقاولات تتوسع بشكل رهيب هو ناصف ساويرس، الأخ الأصغر لأنسي ساويرس، واللي هنعمل عنه فيديو في المستقبل. لكن خلينا نرجع لنجيب. لما قرر نجيب يسيب شغل المقاولات لأخوه ناصف، بدأ في الشغل التقني، لأنه كان شايف إن المستقبل هيكون في نظام الاتصالات اللاسلكي. فبدأ ياخد توكيلات لشركات عالمية زي HP ومايكروسوفت وAT&T. وللي ما يعرفش شركة AT&T دي كانت أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قوة سيطرتها على أنظمة الاتصالات في أمريكا سنة 1982 قررت المحكمة تفكيك الشركة ل7 شركات، وده عشان تمنع سياسة الاحتكار، رغم إن القيمة السوقية للشركة دلوقتي أكتر من 125 مليار دولار. وبعلاقات نجيب مع الشركة دي، شاف نجيب إن مفيش منافس قوي في سوق الاتصالات في مصر، بدأ ينشئ الشركة اللي خلت اسم نجيب ساويرس معروف في العالم كله. الشركة هي أوراسكوم للاتصالات. شركة موبينيل اتأسست سنة 1998، وفي أقل من 10 سنين وصلت تغطية الشبكة بتاعتها لأكتر من 80% من الأراضي المصرية، وفي 2015 وصلت ل 99%. لكن رحلة موبينيل ما كانتش رحلة بسيطة. نجيب لما بدأ الشركة ما بدأش باسم موبينيل، لكنه بدأ بالشركة المصرية لخدمات المحمول، وكان هو أول مشغل لخدمات التليفون المحمول في أواخر التسعينات. لكن لأنه ما كانش يقدر يعمل الشركة دي لوحده، فعمل شراكة بينه كممثل لشركة أوراسكوم تيليكوم مع شركة موتورولا وشركة فرانس تيليكوم. لكن الشراكة ما كانتش متقسمة بالتساوي، لأن شركة موتورولا كانت تملك 51% من الشركة. لكن بعدها ب3 سنين في 2001 الشركة الفرنسية مع نجيب ساويرس اشتروا حصة موتورولا، فوصلت حصة نجيب ساويرس في شركة موبينيل لحوالي 30%، ونسبة تانية نزلت اكتتاب في البورصة المصرية. نجيب ساويرس ما كانش مركز غير على النمو السريع في الشركة، وزي ما قلنا في أقل من 10 سنين كانت التغطية شبه كاملة على مصر. لكن في 2007 حصل خلاف كبير بينه وبين الشركة الفرنسية، واتجهت شركة فرانس تيليكوم لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، واللي في 2009 أصدرت قرار بأن فرانس تيليكوم ليها الحق في شراء كل أسهم أوراسكوم ب 273 جنيه للسهم، يعني نجيب يبقى بره الشركة بتاعته نهائياً.
إن شركة فرانس تيليكوم تشتري السهم ب 273 جنيه كان يعتبر سعر قليل جدا، ومع إن السعر ده كان قليل إلا إن فرانس تيليكوم كانت شايفة إن هي مش عايزة تدفع الرقم ده حتى، فبدأت تعرض على شركات مختلفة إن هي تشتري الحصة ديت من الشركة بسعر أقل كمان من الرقم ده. ففي سنة 2009 اللي كانت سنة صعبة على نجيب، الشركة الفرنسية بدأت تقول إنها بتدور على شريك بديل لأوراسكوم تيليكوم، بمعنى أصح شركة تانية تشتري أسهم نجيب بقيمة أقل من الرقم المعلن. وفي نفس السنة طلع المهندس خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم، وقال تصريح مهم جدا إنهم مش هيفرطوا في شركة موبينيل اللي ليها حصة بأكتر من 28 مليون مستخدم في السوق المصري. وفي الفترة دي برضو الشركة كان ليها فروع كتير في دول مختلفة، وهنتكلم عن شغلهم الدولي كمان شوية، بس خلينا نخلص قصتهم في مصر. قرر نجيب ساويرس الطعن في قرار المحكمة اللي كان هيجبره على بيع الشركة، وفي يناير 2010 كان حكم المحكمة المصرية لصالح نجيب ساويرس في الاستئناف، وحكمت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2009، واللي كان بينص على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورنج لشراء أسهم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر قليل جدا اللي كان 245 جنيه للسهم. ومنعا للخبطة المحكمة نصفت نجيب ساويرس اللي وهو طالع من المحكمة وقفته صحفية تابعة لمجلة فرنسا 24، وقال نجيب للصحفيين بعد الجلسة إن الشركة هتفضل شغالة في مصر ومش هتخرج منها. وعلى كلام الصحفية التابعة لفرنسا 24 إن نجيب ساويرس كان بيعيط وقال ربنا استجاب لدعوتي. لكن اللي ما كانش متخيله نجيب ساويرس إن اللي هيدمر شركته مش شركة منافسة عالمية، اللي هيدمره هو نكتة نشرها على تويتر. في شهر يونيو سنة 2011 نشر نجيب ساويرس الصورة دي على حسابه على موقع تويتر. الصورة فيها ميكي وهو بدقن وجلبية، وميني لابسة نقاب. وفي الفترة دي الإخوان المسلمين كان ليهم صوت قوي جدا على السياسة في مصر، فلما طلع الشيخ أبو إسحاق الحويني أحد أقطاب الدعوة السلفية في مصر وقتها انتقد المنشور ده لأنه في رأيه مهين للإسلام والمسلمين، وطالب بمقاطعة موبينيل. فالمسألة النهاردة مش مسألة لحية ولا مسألة نقاب، ده استهزاء بالدين. ولذلك أنا بقول لكم ينبغي أن نقاطع شركة موبينيل. وحصل اندفاع شديد جدا على مقاطعة شركة موبينيل المملوكة لنجيب ساويرس، لدرجة أن عدد عملاء موبينيل قل ب 2 مليون عميل في نفس الفترة اللي شركة اتصالات كانت بتكبر. في الفترة دي كان في شركتين كبار للاتصالات في مصر هما موبينيل وفودافون، لكن كان في شركة ثالثة بدأت تكبر في مصر وقتها وهي شركة اتصالات. فلما بدأت المقاطعة على شركة موبينيل اللي قل عملائها بحوالي 2 مليون عميل في أيام معدودة، جزء كبير منهم حول لشركة اتصالات أو فودافون، ودي الحاجة اللي ادت دفعة كبيرة جدا لشركة اتصالات في السوق المصري، ودي الحاجة اللي خلت فودافون لأول مرة تعدي موبينيل في عدد العملاء بعد ما وصلوا ل 33 مليون عميل. ورغم ان نجيب ساويرس مسح المنشور واعتذر أكتر من مرة، إلا ان الشركة اتهزت بشكل كبير. وفي برنامج آخر الكلام طلع نجيب ساويرس وقال ما كنتش أعرف المدلول الديني في المنشور، واعتذرت أكتر من مرة، واعتذاري ده ما كانش بسبب مقاطعة موبينيل، وبعتذر تاني على الهوا. ولما كان نجيب لسه بيتعافى من الإضراب اللي حصل له واللي خسره كتير جدا، جات له تهمة تانية، التخابر مع إسرائيل. في قضية الجاسوس الأردني بشار إبراهيم طلعت النيابة العامة وقالت إن التحريات أثبتت إن شركة موبينيل متورطة في القضية، وده لأنها بنت برج الاتصالات في منطقة العوجة على الحدود المصرية، رغم إن المنطقة خالية تماما من السكان. فكان الهدف من البرج محل شكوك كبيرة، وكان في مصدر قضائي صرح لصحيفة الأهرام بإن نيابات أمن الدولة العليا هتكمل تحقيقاتها مع مسؤولين في شركة موبينيل. وبدأت الناس توصف نجيب ساويرس بأنه هو تابع لمبارك وفلول وخاين، ورغم أنه نفى أي تورط ليه في القصة دي إلا أن اسمه اتضر بشكل كبير، وده أثر على شغله. وفي فبراير سنة 2012 قرر نجيب يرجع للشركة الفرنسية اللي كانت بتملك 71% من الشركة بتاعته، وباع لهم حصته على 202 جنيه للسهم، الرقم اللي كان قليل جدا وقتها. لكن السبب الكبير في نزول قيمة السهم هي الضربات الكتيرة اللي حصلت لاسم نجيب ساويرس. ودلوقتي هنتكلم عن أكبر ضربة حصلت لنجيب ساويرس في حياته العملية، الضربة اللي مأثرة فيه لحد دلوقتي، وهي حرب نجيب ساويرس في الجزائر. بعد ما نجيب ساويرس أسس شركة موبينيل في مصر في أواخر التسعينات، وشاف إن مجال الاتصالات مجال مربح ومفيش فيه منافسة كبيرة في الوطن العربي، قرر إنه يتوسع في بلاد عربية مختلفة. وفي سنة 2001 راحت شركة أوراسكوم تيليكوم ونجيب ساويرس إلى الحكومة الجزائرية وطلبت رخصة لتشغيل الهواتف المحمولة في الجزائر بمبلغ كبير جدا وقتها. المبلغ كان 737 مليون دولار، واللي قيمتهم النهاردة حوالي 1,300 مليون دولار.
وفي 2002 أطلق نجيب ساويرس شركة جازي للخدمات المحمولة في الجزائر. الشركة كانت ناجحة جدا لدرجة إن في 2008 استحوذت على 50% من السوق الجزائري، لكن النجاح الكبير ده خلى المسؤولين في الجزائر يحقدوا على المستثمر المصري اللي بيكسب فلوس كبيرة جدا منهم، فبدأت الدولة الجزائرية تفرض ضرائب مجحفة على شركة نجيب ساويرس بهدف إنهم يخسروا الأرباح الكبيرة اللي بيعملها ويضغطوا على نجيب للبيع بسعر قليل. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فرضوا ضريبة بقيمة 950 مليون دولار بحجة إنهم أعادوا تقييم الشركة وفرضوا غرامات ضريبية. ده غير إن الحكومة الجزائرية عطلت التحويلات البنكية ما بين شركة نجيب ساويرس والشركات التانية اللي بيملكها خارج الجزائر. ده غير رفض الشرطة الجزائرية الدفاع عن منشآت شركة نجيب ساويرس في الجزائر بعد أحداث الشغب اللي حصلت في ماتش 2009. ساعتها خاف نجيب ساويرس يحصل له زي ما حصل مع والده وتتأمم الشركة الخاصة بيه للحكومة، فبدأ يسعى لبيع الشركة والخروج باستثماراته من الجزائر، وقدر يحصل على عرض من شركة MTN بقيمة 7.6 مليار دولار، لكن الحكومة الجزائرية ما سكتتش وفرضت غرامة بقيمة 1.3 مليار دولار على نجيب ساويرس، وده خلى شركة MTN تنسحب من الاتفاق. بعدها طلع المستثمر الجزائري المعروف إسعاد ربراب وصرح إنه بسبب إنه بيملك 10% من الشركة فهو ليه الأحقية في شرائها، وقال إنه هيشتري شركة جازي بسعر معقول، لكن الرقم العادل اللي كان نجيب بيطلبه كان ضعف الرقم اللي عرضه المستثمر. لكن نجيب كان قرر إنه يبيع الشركة ويخرج من الجزائر بأي ثمن، وأجبر إنه يبيع الشركة بحوالي 2 مليار دولار، وده أقل من قيمة الشركة بأكتر من 5 مليار دولار. بعدها رفع نجيب ساويرس قضية للتحكيم الدولي عشان ياخد التعويض بباقي ثمن الشركة. بعتها وبالتالي يعني حققت أرباح من بيع جازي، فلماذا اليوم تعود وتفتح ملفات الماضي؟ لان احنا بعنا تحت ان الاجراءات اللي اتخذها الحكومه الجزائريه هي اللي اضطرتنا لهذا البيع. البيع تم بثمن باخس لا يتناسب مع قيمه الشركه، وان العرض اللي جالنا من شركه MTN في ذلك الوقت وكان يربو على 7 مليار و6 قامت الحكومه الجزائريه متعمده بافشاله. وبعد قضايا استمرت اكتر من 5 سنين، وفي سنه 2017 حكمت المحكمه ضد نجيب ساويرس. مش بس كده، ده أجبره نجيب ساويرس إنه يدفع كامل التكلفة القانونية واللي كانت قيمتها 670 ألف دولار زائد 3.5 مليون دولار خسائر للجزائر. وبصراحة القصة دي حزينة جدا، لأن الراجل راح لدولة عربية شقيقة في وقت الشركات العالمية كانت غير مهتمة بالاستثمار في الوطن العربي، وحط في الدولة دي أكتر من نص مليار دولار من جيبه الشخصي، وجاب شركاء دوليين وجزائريين وشغلهم معاه، وشغل عشرات الآلاف من الشباب الجزائريين في الشركة، ودخل تكنولوجيات كتيرة في كل البيوت الجزائرية، وفي الآخر الحكومة والشعب يتعاملوا معاه بالطريقة دي. ولو هنتكلم على استثمارات نجيب ساويرس بره مصر، فنجيب هو واحد من أشطر رجال الأعمال اللي توسعوا بره بلدهم. التوسع العالمي لشركة أوراسكوم ما بدأش متأخر، لأن في سنة 1999 شركة أوراسكوم للاستثمارات كانت بتملك 51% من شركة GMTS في الأردن، وفي سنة 2000 استحوذوا على 38% من شركة موبي لينك في باكستان، ده غير 80% من شركة تيلي سيل، بالإضافة لرخصة تأسيس شبكة تليفون في 11 دولة. الدول دي زي بنين وبوركينا فاسو وبروندي والكوتيفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ده غير الجابون وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، ده غير استحواذهم على شركة جرين فيلد في اليمن. وفي 2001 قدروا يحصلوا على عقد BOT في سوريا، ده غير رخصة جرين فيلد في الجزائر. مش بس كده، ده زودوا حصتهم في شركة فاست لينك الأردنية إلى 91%، وفي باكستان إلى 88%. وفي 2002 قدروا يستحوذوا على رخصة جرين فيلد برضه، لكن المرة دي في تونس. وفي 2002 استطاعوا إنهم يبيعوا رخصتهم في الأردن ب 423 مليون دولار. وفي 2003 قدروا يستحوذوا على رخصة جرين فيلد في العراق، وباع 7 من الرخص اللي كانت موجودة في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. أما 2004 كانت سنة بسيطة بالنسبة لنجيب، كل اللي عمله إن استحوذ على شركة بنغالي لينك في البنجلاديش. وفي سنة 2005 قررت شركة أوراسكوم إن هي محتاجة سيولة، فبدأوا يبيعوا شركتين من اللي هم أسسوهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهم شركة أويسيس تيليكوم وليبرتيس تيليكوم. وفي 2006 وصلت حصته في فرع الشركة في الجزائر ل 96%. وفي 2007 باع شركة عراقنا اللي كان ليها قناة على التلفزيون بنفس الاسم بقيمة 1.2 مليار دولار. لكن أكبر قصة استثمار مثيرة للجدل في تاريخ نجيب ساويرس كانت في 2008. القصة دي كانت مع واحدة من أكتر الدول انغلاقاً على العالم، قصته في كوريا الشمالية، واللي قليلين هم اللي يعرفوا تفاصيلها.
بس قبل ما نحكي قصة نجيب ساويرس واستثماراته في كوريا الشمالية، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، دي أسهل طريقة تدعمنا عشان نقدم محتوى هادف وذو جودة عالية. خلينا نكمل القصة. التوسع الكبير لاستثمارات نجيب ساويرس في البلاد المختلفة كان منطقي، لكن أغرب حاجة في استثماراته هو دخوله دولة كوريا الشمالية. في 2007 بدأ ساويرس يستثمر في كوريا الشمالية، وبدأ باستثماراته في الأسمنت، واستثمر 115 مليون دولار في مصنع للأسمنت. وبعدها نجيب ساويرس لاحظ إن في وسط العاصمة الكورية الشمالية مبنى ضخم جدا، لكن شكله مهجور ولسه على المحارة. ولما سأل عنه عرف إنه كان مشروع بدأ سنة 1987. المشروع ده كان هيكون لبرج مكون من 100 دور، وكان الدعم الرئيسي الموجه لبناء البرج ده جاي من الاتحاد السوفيتي. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انهار المشروع البرج العملاق، فانتهز نجيب ساويرس الفرصة وقتها وعرض على الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج إيل إن هو هيكمل له البرج. وفي سنة 2008 اتفقوا على كده، كل ده بهدف التقرب من القيادة السياسية في كوريا الشمالية. وبالفعل نجيب ساويرس خلص البرج سنة 2010 والتشطيبات الداخلية في سنة 2013. وفي 2008 تواصل نجيب ساويرس مع الحكومة الكورية الشمالية وقال إن عنده عرض لتأسيس البنية التحتية وتقديم خدمة التليفونات لكوريا الشمالية. ساعتها قرر رئيس كوريا كيم جونج إيل إنه يعزم نجيب ساويرس على العشاء. وبالرغم من تحذيرات كتير اتوجهت لنجيب ساويرس إنه ما يتقربش من الشخص ده، إلا إن نجيب ساويرس كان مقتنع إن لا اللغة ولا السياسة ولا الدين هيأثروا في البيزنس، وأخد طيارته وطلع على كوريا الشمالية عشان يقبل دعوة العشاء من الرئيس الكوري. وقال التلفزيون الكوري الشمالي إن نجيب ساويرس والرئيس الكوري اتكلموا باستفاضة، وإن كيم قرر يدي شركة أوراسكوم رخصة لمدة 25 سنة. الرخصة دي لإنشاء البنية التحتية واللاسلكية لخدمات المحمول في كوريا الشمالية لمدة 25 سنة. وإن الحكومة الكورية دخلت في شراكة مع شركة أوراسكوم تيليكوم لتأسيس شركة كوريو لينك بنسبة 75% لشركة أوراسكوم و25% للحكومة كوريا الشمالية، وإجمالي استثمارات بقيمة 400 مليون دولار. والشركة بدأت بداية قوية جدا، لدرجة إن بعدها بسنين طلع نجيب ساويرس وقال إنهم على آخر السنة هيوصلوا ل100 ألف مستخدم، وإنهم بالفعل عندهم 42 ألف عميل. ولأن نجيب ساويرس كان هو الوحيد اللي عنده شبكة محمول في كوريا الشمالية، كان حريص إن هو يوفر للعملاء بتوعه تليفونات. سياسة نجيب كانت فعالة جدا في كوريا الشمالية، وفي 2010 وصل عدد عملاء الشركة ل3 مليون عميل، والأرباح كبرت ووصلت لحوالي 500 مليار وون كوري، واللي بتساوي حوالي 450 مليون دولار. فقرر نجيب إن يحول أرباحه لشركاته في مصر. لكن المفاجأة لما حكومة كوريا الشمالية رفضت وقالت لنجيب إن لو عاوز تحول فلوسك بره الدولة لازم تحولهم بسعر السوق السوداء، واللي هيحوله 450 مليون دولار ل 8 مليون دولار بس. وبعد صراع كبير استمر لسنة 2022 فقد نجيب ساويرس سيطرته على الشركة الكورية الشمالية، وأصبحت بشكل كبير تحت سيطرة الحكومة. وزي ما شفنا وقعات كتيرة حصلت لنجيب ساويرس واستثماراته، شفنا برضو النجاحات الكبيرة اللي عملها. ووجهة نظري إن النجاحات دي كان ليها سبب مهم جدا، وهو إن نجيب ساويرس ما بيقبلش حد يسيء للي شغالين معاه. ودي الحاجة اللي صرح بيها في لقاء عمله مع المصري اليوم. وللي ما يعرفش فنجيب ساويرس يملك جزء من جريدة المصري اليوم، الجريدة اللي عمل معاها لقاء من أقل من 3 شهور، وحكى في اللقاء موقف حصل له أيام الرئيس الأسبق مبارك. اتكلم نجيب ساويرس إن في يوم من الأيام الكاتب الصحفي الكبير مجدي الجلاد كتب مقالة صحفية كبيرة في جورنال المصري اليوم، واتكلم في المقالة عن إن المفروض الرئيس مبارك ما يفكرش في التوريث، وإن توريث السلطة فكرة سيئة جدا لمصر. المقال لقى استحسان كبير جدا من الناس، لكن في نفس الوقت عصبت ناس كتيرة في حكومة الرئيس مبارك، وده اللي خلى وزير الثقافة وقتها أنس الفقي يبعت للمهندس صلاح دياب مؤسس جورنال المصري اليوم ويستدعيه في مكتبه عشان يتكلم معاه في المقال اللي كتبها الكاتب مجدي الجلاد. ساعتها طلب المهندس صلاح دياب من نجيب ساويرس إنه يكون مرافق معاه في الزيارة دي عشان يهدي الوضع بينه وبين الوزير أنس الفقي. ومع إن نجيب ساويرس وافق على طلب صلاح دياب، إلا إنه طلب منه كمان إن يجي معاهم الكاتب مجدي الجلاد عشان يهدوا الوضع بشكل كبير مع حكومة مبارك. وبالفعل الزيارة دي كانت على قدر كبير جدا من الاحترام بين كل الأطراف. لكن المفاجأة إن قبل ما المقابلة تخلص بدقايق رمى الوزير أنس الفقي كلمة قدام نجيب ساويرس. مرة واحدة أنس الفقي أو الوزير ده مرة واحدة في رأيي الشخصي يعني غلط في الكلام معه واحنا قاعدين، فقال طب كويس بقى ان انتوا شايفين كده، يعني انت عارف احنا كان ممكن نعمل ايه. هو قال لي كده من هنا، والحته الصعيدي اللي فيها ايه قلت له بتعمل ايه؟ بيقول لي مجدي كده، مش بيقول لنا يعني، فاهم؟
بتعمل ايه يعني؟ في انت بتقول للراجل بتاعنا واحنا قاعدين بتهدد الراجل بتاعنا ولا مش فاهم انت بتقول له ايه يعني؟ لا انت تكونش فاكر ان احنا جينا هنا عشان احنا خايفين ولا حاجه ولا ايه؟ احنا جينا هنا ادبيا، لكن لو كده بقى انت فاكر ان احنا جينا عشان انت يعني هتعمل، لا اعمل اللي في وسعك، اوسع ما في خيلك اركبه. بقول لك يا مجدي اكتب اللي انت عايزه ولا تسال ولا تعمل. وهي دي أخلاقيات نجيب ساويرس في الشغل اللي خلته رجل أعمال ناجح ومحبوب من كل اللي حواليه، فحس إنه ممكن يستخدم نفس الأخلاقيات دي عشان يدخل مجال السياسة والعمل العام. فبدأ بإنه كان شريك في جريدة المصري اليوم سنة 2004، وأنشأ قناة أون تي في سنة 2008. الجريدة والقناة اللي كانوا بشكل كبير غير متحيزين لطرف من الأطراف، وزي ما كلنا عارفين في مصر وقتها كان الوضع السياسي منقسم لجزئين، الجزء الكبير كان بيتحكم فيه الحزب الوطني الخاص بالسلطة، والجزء الأصغر بيتحكم فيه الإخوان المسلمين، واللي كان الحزب الوطني بشكل أو بآخر بيسمح ليهم ببعض الممارسات السياسية، وده عشان يتجنب وجع الدماغ منه. فساعتها نجيب كان شايف إن لازم يكون فيه صوت ثالث، صوت مستقل عن السلطة والإخوان، يتكلم فيه بحرية ويعرض فيه وجهة النظر اللي ما بتتقالش من الطرفين السياسيين في مصر. لكن القصة الحقيقية ما بين السياسة ونجيب ساويرس بدأت مع بداية الربيع العربي. قبل أسابيع ما كان أحد يظن أن نظاما بوليسيا حديديا جثم على صدور المصريين 30 عاما يمكن أن يتهاوى ويتكسر في 18 يوما. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، والله الموفق والمستعان. الربيع العربي بدأ من تونس في أواخر سنة 2010، لكن التأثير الكبير لما يسمى بالربيع العربي واللي هيأثر بشكل كبير على خريطة المنطقة كان مع بداية ثورة مصر في 25 يناير سنة 2011. بعد بداية 25 يناير مباشرة بدأ الرئيس المصري حسني مبارك والنظام بتاعه يشكلوا مجلس وسموه مجلس الحكماء، وكان فيه 11 فرد بيمثلوا بشكل أو بآخر المجتمع المصري، وكان هدف المجلس حاجة واحدة بس: إزاي نهدي الوضع في الشارع. ومن بين أفراد مجلس الحكماء كان العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل أحمد زويل، وكانت المفاجأة لما نجيب ساويرس جات له دعوة عشان يشارك في مجلس الحكماء، وبدأ نجيب مع ال10 أعضاء الآخرين يحطوا خارطة طريق إزاي يهدوا الوضع في الشارع، وإيه المطالب اللي المفروض ينفذها الرئيس مبارك عشان تنتهي التظاهرات بشكل سلمي. وكان مسموح ليهم يكتبوا أي مطالب يشوفوها سليمة ما عدا مطلب واحد بس، وهو تنحي الرئيس مبارك. لكن مجلس الحكماء أصر على خطة واحدة بس، وهو تنحي الرئيس مبارك وتسليم سلطته لنائب الرئيس عمر سليمان. لكن الرئيس والحكومة رفضوا بشكل تام الخطة دي، والجدير بالذكر إن اللي أنهى ثورة 25 يناير هو تنفيذ نفس الخطة بتنحي الرئيس مبارك، وده كان الحل الوحيد عشان تنتهي التظاهرات بطريقة دستورية وبأقل عدد من الخسائر. وبعد تنحي الرئيس مبارك وبالأخص يوم 3 إبريل سنة 2011 بدأ عدد من المفكرين والنشطاء السياسيين في إنشاء حزب المصريين الأحرار، الحزب اللي ليه مرجعية ليبرالية واللي انضم ليه عدد كبير جدا من الشخصيات المعروفة زي الدكتور محمود مهنا عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ورئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور المصري فاروق الباز مدير أبحاث الفضاء في بوسطن في أمريكا، والمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة. وفي شهر 11 من نفس السنة خاض الحزب أول معركة انتخابية ليه، وهي انتخابات مجلس الشعب المصري، وعملوا تحالف مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع الوطني التقدمي، والثلاث أحزاب مع بعض اتعرفوا بتحالف الكتلة المصرية. ومع إن الحزب كان بيستهدف الدفاع عن الدولة المدنية، بعض القوة في مصر شافتهم إنهم تحالف هدفه التصدي للإسلام السياسي. ولكن في انتخابات مجلس الشعب التحالف قدر يحصل على 34 مقعد من أصل 498 مقعد في مجلس الشعب المصري، يعني حوالي 7% بس. وكان نصيب حزب المصريين الأحرار من المقاعد هم 15 مقعد بس في مجلس الشعب المصري. ومع إن ده نجاح كبير لحزب اتأسس من أقل من 6 شهور، إلا إن نجيب ساويرس كان شايف إن معركته ما انتهتش. في الفترة دي اتهم نجيب ساويرس باتهامات كتير، كان على رأسها التخابر لصالح دولة أجنبية، الاتهام اللي شاف دعم كبير جدا من الإعلام والصحافة اللي هولوا الموضوع بشكل كبير. ومع إن نجيب ساويرس ما كانش متهم في القضية بشكل رسمي، إلا إن لحد دلوقتي في ناس مقتنعة إن نجيب ساويرس كان بيتخابر لصالح إسرائيل. لكن واحدة من أخطر البيزنس اللي تميز فيها نجيب ساويرس هو البيزنس الخاص بالمعونة الأمريكية لمصر، واللي طلع موضوع في غاية الخطورة بسبب تدخل المخابرات الأمريكية. من ضمن برنامج المعونة الأمريكية للدول المختلفة والمعروف باسم USAID، كانت بتكون معونات بتقدم عليها شركات أمريكية عشان تنفذ بعض المشاريع في الدول اللي مخصص لها المنحة. لكن لما كانت شركة أمريكية تكسب المناقصة،
كانت بتعمل عقد بالباطن مع إحدى الشركات المصرية عشان تنفذ المشروع. الشركة اللي في الأغلب كانت بتتعاقد معاهم بتكون أوراسكوم. فشاف نجيب ساويرس وإخواته إن في فرصة أكبر بكتير للربح، وهي إنهم يأسسوا شركة أمريكية في أمريكا ويقدموا هم في المناقصات دي عشان يكسبوها، وده ببساطة لأن محدش هيقدر ينافسهم في السعر عشان مفيش شخص في النص بياخد عمول، وبالطريقة دي يزودوا نسبة ربحهم بشكل كبير في المشاريع اللي كانوا هينفذوها بشكل أو بآخر. لكن ولما بدأ المهندس نجيب ساويرس يكبر في السن، شاف إن الاستثمار في قطاع الاتصالات بقى بيطلب منه مجهود كبير جدا، والمردود المادي بقى قليل، فبدأ يدور على فرص استثمارية تانية في مصر، وشاف إن أنسب فرصة للاستثمار هي في القطاع العقاري. ومع إن الاتفاق في عيلة ساويرس إن نجيب هو اللي هيستثمر في قطاع الاتصالات وسميح هو اللي هيستثمر في قطاع العقارات، وما ينفعش الإخوات ينافسوا بعض، إلا إن نجيب بدأ استثمارات كبيرة جدا في قطاع العقارات، وده اللي عمل مشكلة بينه وبين أخوه سميح ساويرس. إلا إن المشكلة اتحلت بسرعة بعد اعتذار نجيب لسميح واسترضائه، وأسس نجيب ساويرس شركة أورا للإنشاءات العقارية اللي عملت مشاريع تانية كتير جوه مصر ومشاريع كبيرة برضو بره مصر. فهنبدأ بالمشروع لعملاق أبراج زد الشيخ زايد، وكومباوند زد إيست، وقرية سيلفر ساندز في الساحل الشمالي، وكومباوند سولانا نيو زايد، مشروع 18 في باكستان، وفندق 20 جروفن ساندز سكوير في لندن، ومنتجع سيلفر ساندز في جزيرة جرنادا، وفندق آيانا نابا مارينا في قبرص. لكن أكتر مشروع بيحلم نجيب ساويرس ينتهي منه ويشوفه بيكبر هو مشروعه بإنشاء مدينة متكاملة في دولة العراق، مدينة باسم مدينة علي الوردي. المدينة اللي نجيب ساويرس عايز يأسسها في دولة العراق هتكون متميزة بشكل كبير. أولاً المدينة هتكون على مساحة 61 مليون متر مربع، وهتكون على بعد 25 كيلو من العاصمة بغداد، وهتتكون من أكتر من 120 ألف وحدة سكنية، ده غير 5 مليون متر مربع حدائق ومسطحات خضراء، ده غير إن هيكون فيها أحدث التكنولوجيات في كل المجالات. فعلى سبيل المثال التكنولوجيا الخضراء والمحافظة على البيئة، فصرح نجيب ساويرس إنه بيعمل عشان تكون المدينة خضراء بالكامل وانبعاثاتها من الكربون هي صفر. وتاني حاجة بالنسبة للتصميمات، فنجيب ساويرس صرح إن التصميمات هتكون كلها عصرية مع مراعاة استهلاك أقل قدر من الكهرباء سواء في الإنارة أو للتدفئة والتبريد. وأكد نجيب ساويرس إن في المشروع هيتم إنشاء أكبر حديقة خضراء في العراق، وإنه مصر على زراعة بعض الأشجار والنباتات اللي كانت موجودة في المنطقة لكنها تعرضت للاندثار، وده لإعادة إحياء اللون الأخضر في دولة العراق. بطريقة مبسطة نجيب ساويرس قال إن المدينة هتكون مثال للمدينة النموذجية، وإن هيكون فيها أماكن سكن لكل طبقات المجتمع العراقي، وأن نجيب ساويرس إن من حق كل العراقيين يعيشوا في المدينة النموذجية اللي هيكون فيها أكبر نادي رياضي وأكبر سينما وأكبر منطقة تجارية وأكبر مولات وعيادات خارجية وأكبر مساحة خضراء في العراق. رحلة رجل الأعمال نجيب ساويرس مليانة بالنجاحات ومليانة برضه بالصراعات، الصراعات اللي قدر يقاومها بكل قوة وعمره ما تخلى عن مبادئه، المبادئ اللي خلته أشهر رجل أعمال مصري في العالم. والشخص اللي كان ليه أكبر فضل على نجيب ساويرس في نجاحاته العملية هو والده أنسي ساويرس. فلو عجبكم الفيديو ده أكيد هيعجبكم الفيديو بتاع أنسي ساويرس، واشتركوا على القناة عشان تشوفوا فيديوهاتنا اللي جاية، وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.